هو بجد يعني الكرة المصرية عايزين ايه مننا؟ الاعلام عايز ايه مننا؟ السوشيال ميديا عايز ايه مننا؟ بجد متخيل الكرة المصرية اللي احنا عايزينها تتطور، منزلين خبر منتشر ان امام الجامع اللي شغال في نادي الزمالك راح النادي الاهلي. ففي نكته بقى يقول لك ايه، اخدنا الامام والامام. متخيل يعني؟ بجد هي دي الكره المصريه الوضيعه اللي انا بشوفها وضيعه. يعني امام جامع راح كان شغال في الزمالك، راح اشتغل في النادي الاهلي. هو النادي الاهلي خده مع هم؟ بص، هم ياخدوا اي حاجه، هو كده كده نادي بصرم، ياخدوا اي حاجه. يعني لو احنا عندنا بطانيه بنتغطى بيها هياخدوها عادي ونفضل متعريين. بس هو بجد متخيل بيتكلموا في ايه؟ متخيل بيتكلموا في ايه؟ امام جامع. طب هو امام جامع في يعني هو راح اشتغل؟ لا، ده بيقولك ينتقل الى النادي الاهلي طبعا في صفقة انتقال حر. مفيش احقية بيع، بجد مفيش احقية بيع. مثلا مفيش لو مثلا اشتغل 20 يوم، او مثلا ختم القرآن لحد رمضان مثلا، هتدوله فلوس زيادة او في بونص. بجد الكرة المصرية فشلها يتلخص في وضاعة الاعلام او الاهتمام ببعض الاخبار الغريبة. طبعا هو الموضوع عشان يغيظ المشجع الزملكاوي بس، عشان يغيظ الزملكاوية بس هو ده الغرض من الخبر. هو ده الخبر، هو ده الغرض من الخبر. امام الزمالك ينتقل الى النادي الاهلي في صفقة انتقال حر. يعني بجد الكرة المصرية دلوقتي عايشة ان النادي الاهلي يحلب الزمالك، وان هما الاهلاويه يستفزوا الزملكاويه بس. هو ده نجاح الكره المصريه الان. لايك وشير وجهه نظر في الكومنتات، وفولو مهم جدا لو انت ما تشوفني. سلام.